ده بقى انا جايه اقول لكم سر من اسرار حشو الحمام بتاع المطاعم. ازاي الحمامه تطلع معاكي كبيره وتبقى حلوه كده، وانتي تشوفيها كده تقولي ايه ده جايبين حمام كبير. لا، ما هو الحمام مش كبير ولا حاجه. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنا كده في العضميه اللي انا بشاور عليها دي لازم تتكسر كده لجوه، ونضغط على الحمامه علشان خاطر الحمامة كده تتفرد. بصوا انا هوريكم واحدة تانية. العضمية برضو اللي انا بشاور عليها هنكسرها كده زي ما انا ما بكسرها كده بالظبط. بصوا وهندوس عليها كده ضغطة كده جامدة. بصوا ما شاء الله، تحسوا كده ان الحمامة اتفردت كده، فردت نفسها. بعد كده هيكون معايا طاسة على النار، هحط فيها كده حتة زبدة حلوة. اول ما الزبدة تسيح معايا هكون مقطعة بصلتين كبار مكعبات صغيرين زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنقلب بقى البصلة دي، هنحط عليها كده معلقة من الفلفل الاسود، ونقلب البصلة لحد ما تدبل. اول ما البصلة تدبل معاكي، طبعا معايا الكبد والقوانص بتاعة الحمام مقطعاها قطع صغيرة، وهنزل بيها على البصلة اول ما البصلة تدبل. بصوا بقى كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي كده اول خطوة معانا. هكون غاسلة بقى كوباية ونص بالظبط من الرز. هي الاربع حمامات بياخدوا كوباية ونص رز. وهننزل بقى عليها كده بمعلقة من الملح، معلقة من البهارات السبعة، ومعلقة فلفل اسود، وبس خلاص. وهنقلب بقى الكلام الحلو ده مع بعضه لحد كده ما الرز يخروش. اول ما الرز يخروش خلاص هطفي عليه، ويلا بقى عشان نحشي الحمام. يلا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك وشير كتير عشان خاطر الفيديو يوصل لناس اكتر. بصوا بقى كده خلاص بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هطفي عليه وتعالوا بقى نحشي الحمام. هيكون معايا كده حبة بقدونس، من ورق البقدونس بس هقطعه كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلبه كده في الخلطة دي. البقدونس هنا بيدي ريحة روعة للرز بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى هنا الحمامة ما بتاخدش اكبر من حجمها خالص، لانها لو خدت اكبر من حجمها لازم تفرقع معاكي. فانتي هنعمل ايه؟ احنا بنحشي كده خطوة خطوة، هنمشي مع بعض ونشوف الطريقة ازاي. بحشيها كده من تحت، وبعدين بحشي الرقبة دي، الجلد كله ده فاضي بنحشيه برضو بالرز بنفس الطريقة. بس لازم نتعامل مع الحمام معاملة الممبار. يعني ايه معاملة الممبار؟ احنا بنخلي الممبار كده متهوي، ما بنملهوش قوي عشان ما يفرقعش في المية. نفس الطريقة برضو مع الحمام. بصوا بسم الله ما شاء الله الحمامة فردت ازاي، ولسه هنفردها تاني. برضو هوريكم واحدة تانية كده وانا بحشيها. هتحشي بنفس الطريقة، واوعي تنسي ان الاربع حمامات بياخدوا بالظبط كوباية ونص رز. ولو حصل وعملتي رز زيادة مش هيحصل اي حاجة، انتي ممكن تسويه ويبقى رز بالخلطة طعمه خرافة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا ليه بقى بكتف الجناح ده؟ عشان خاطر افرد